مساء الخير مشاهدينا، أنا حنان جيلاني وأقدم لحضراتكم نشرة العاشرة. كالعادة دائما نبدأ بالعناوين. الرئيس سياس أفورقي يشارك في قمة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا. بدأ التعليم الأكاديمي في مدرسة وارساي كالو. تدريبات إدارة ضواحي مديرية لوغو عنسبة. هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف محيط دمشق. اليابان تبدأ إطلاق مياه فوكوشيما المشعة في البحر. العاصفة الاستوائية هيلاري تضرب كاليفورنيا وتهدد بأمطار قياسية. وصل الرئيس سياس أفورقي في الساعة الثانية من بعد الظهر اليوم مدينة جوهانسبرغ للمشاركة في قمة مجموعة بريكس التي تستضيفها جنوب إفريقيا. وكان في استقبال الرئيس سياس أفورقي لدى وصوله مطار أوليفر تامبو الدولي وزير الصحة ومسؤولون آخرون بمراسم الشرف الرسمية والرقصات الشعبية. حضر مراسم الاستقبال سفير إريتريا في جنوب إفريقيا السيد صالح عمر. وقد توجه الرئيس سياس أفورقي إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم بموجب الدعوة الموجهة إليه من الرئيس سيريل رامافوزا. يرافق الرئيس سياس أفورقي في الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. وتعقد القمة 15 لمجموعة بريكس التي تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا من 22 وحتى 24 من أغسطس في مدينة جوهانسبرغ. بدأت مدرسة وارساي كالو التعليم الأكاديمي المنتظم اليوم 22 من أغسطس للصف 12 لأعضاء الدفعة 36 للخدمة الوطنية. وعرف مدير المدرسة الأستاذ رؤسهم جبر هوت في مناسبة الافتتاح الرسمي أمس الطلاب بتعليمات وقوانين المدرسة، داعيا الطلاب بذل الجهد التعليمي بمساعدة المعلمين والرعاة. وقال إن هدف المدرسة نقل الطلاب إلى التعليم العالي بكفاءة عالية، مؤكدا بأن العلاقة الوطيدة مع مركز التدريب الخدمة الوطنية تدعم نتائج التعليم. وذكر ارتفاع عدد الطلاب عن العام الدراسي الماضي، مشيرا إلى تنظيم أنشطة رياضية وثقافية ومعرفية وتوعوية وترفيهية وتنموية إلى جانب التعليم الأكاديمي. وقال الطلاب إن المحاضرات المهنية والإرشاد المقدم يسهم في توجيههم، وسيجاهدون لتحقيق نتائج جيدة والانتقال إلى التعليم العالي. أعلنت شركة حارات للمواصلات العامة فتح خط مواصلات جديد من أسمر إلى ضاحية عد فلسطين في مديرية دواروا من 20 من أغسطس. وقال مدير الشركة بالإنابة سيد نوغوسي جرزجيهير في المناسبة إن إصلاح وتمهيد الطريق البالغ طوله 36 كيلومتر من دواروا إلى عد فلسطين ساعد في فتح خط المواصلات. وذكر تخصيص حافلة مواصلات يومية بسعر 20 نقفة للتذكرة وبالأماكن، إضافة إلى حافلة أخرى بالنظر إلى القرى أو القرى المستفيدة وكثرة الركاب. وأوضح مدير مديرية دواروا السيد فروانجل تخل هيمانوت استفادة 13 قرية من خط المواصلات. وأكد سكان العناية بالطريق وصيانته دائما لضمان سيرورة المواصلات. تبعد ضاحية عد فلسطين مسافة 66 كيلومتر من أسمرة. قدم مسؤولو الوزارات والاتحادات في مديرية لوغو عنسبة تنويرا يوم 18 من أغسطس لمدراء الضواحي وأعضاء مكتب إدارة المديرية. وأوضحت مسؤولة الإدارة والمالية في مديرية لوغو عنسبة السيدة فروينيزا ميكيل أن على إدارات الضواحي وأعضاء مكتب إدارة المديرية احترام ساعات العمل وتقديم خدمات جيدة وتسيير الأنشطة بالتفاهم مع السكان وتسجيل الإيرادات والمنصرفات بوضوح في تقاريرهم. وقدم المشرفون على السيمينار التنويري توضيحا بشأن لوائح العمل والقضايا التي يجب الاهتمام والحذر بشأنها.
ودعا مدير مديرية لوغوان سبا سيد أبراهام حاغوس مدراء الضواحي لتقديم خدمات إدارية جيدة باتباع تعليمات ولوائح العمل والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وتوخي الحذر في القضايا المحتاجة للرقابة والقرار. وذكر المشاركون في السيمينار أهمية التنوير المقدم منادين لتوزيع بذور الذرة الشامية المشتراه من وزارة الزراعة ووضع حد لأعمال البناء الجارية بطريقة غير قانونية في ضاحيتي مقركة ودكح شحاي. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، حيث نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل أطلقت صواريخ استهدفت محيط العاصمة دمشق، مما أدى إلى إصابة جندي ووقوع خسائر مادية. وكانت سانا قد أشارت سابقا إلى تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط دمشق من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف صواريخ إسرائيلية ما لا يقل عن 3 مواقع لقوات النظام تتواجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية لقوات حزب الله اللبناني وميليشيات إيرانية. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان ستبدأ في إطلاق المياه المشعة المعالجة في محيط من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، على الرغم من المخاوف بين الصيادين المحليين والمعارضة المستمرة من الصين. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن الحكومة اتخذت القرار المثير للجدل في اجتماع وزاري للتخلص من كمية كبيرة من المياه تراكمت في موقع مفاعل فوكوشيما منذ الحادث النووي عام 2011 الناجم عن زلزال مدمر وما تله من تسونامي. وتوقعت الوكالة أن تواجه حكومة كيشيدا رد فعل عنيف من بعض في صناعة مصايد الأسماك والنشطاء المناهضين للطاقة النووية الذين يشعرون أن خطة تصريف المياه المشعة تمضي قدما دون موافقتهم أو تفسير كافي. ووافقت الحكومة اليابانية قبل عامين على الخطة باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة النووية التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو. وقوبلت الخطة بانتقادات أيضا من مجموعات الصيد المحلية التي تخشى الضرر على سمعتها وتهديد سبل عيش أعضائها. ضربت العاصفة الاستوائية هيلاري جنوب كاليفورنيا الأمريكية حاملة أمطارا قوية حذرت السلطات من أنها قد تشكل خطرا على الناس بسبب الفيضانات الكارثية المتوقعة منها. وهذه أول مرة تضرب عاصفة استوائية كاليفورنيا منذ 84 عاما، ويعتبر هذا الأمر نادرا جدا بحسب العلماء. واقتلعت العاصفة الأشجار وأدت إلى انهيارات في التربة وقطع بعض الطرق وانقطاع في التيار الكهربائي عن بعض المناطق وتأجيل أو إلقاء 4500 رحلة جوية بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية. ورغم أن هيلاري تراجع تصنيفها العلمي وبالتالي زخمها من إعصار إلى عاصفة استوائية، فإن السلطات الأمريكية تستعد لها بشكل كامل، حيث أمرت بإجلاء بعض المناطق خوفا من الفيضانات. وأعلنت السلطات حالة طوارئ كما حدث في ولاية نيفادا مثلا، وسط توقعات بتجاوز كمية المتساقطات جنوب الولاية الكمية السنوية للأمطار خلال فترة وجيزة. انطلقت سفينة شحن رائدة مزودة بأشرعة عملاقة ذات تصميم بريطاني خاص تعمل بطاقة الرياح في رحلتها الأولى. وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن شركة الشحن كارجيل التي استأجرت السفينة استخدمت
التكنولوجيا الخاصة لعمل السفينة بالطاقة النظيفة. وتستخدم السفينة أشرعة صلبة عملاقة أطلقت عليها اسم ويند وينجر بهدف تقليل استهلاك الوقود وبالتالي البصمة الكربونية للشحن. وتشير التقديرات إلى أن صناعة الشحن مسؤولة عن نحو 2.1% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وستبحر السفينة الجديدة في رحلتها الأولى من الصين إلى البرازيل لتوفر أول اختبار في العالم الحقيقي لتكنولوجيا أجنحة الرياح. ويعتقد أن هذه الرحلة ستكون نقطة تحول في الصناعة البحرية، ويتوقع أنه بحلول عام 2025 أن يتم طلب نصف السفن الجديدة بدفع الرياح. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. الرئيس سياسي أفورقي يشارك في قمة بريكس المنعقدة في جنوب أفريقيا. بدأ التعليم الأكاديمي في مدرسة ورساي كالو. تدريب إدارات ضواحي مديرية لوكو عنسبة. هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف محيط دمشق. اليابان تبدأ إطلاق مياه فوكوشيما المشعة في البحر. العاصفة الاستوائية هيلاري تضرب كاليفورنيا وتهدد بأمطار قياسية. انتهت النشرة، إلى اللقاء.